السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان تعارض لوقا ومتى في نسب يسوع. في الحقيقة إن كل الأناجيل متى ولوقا ومرقس ويوحنا بتتعارض مع بعضها، وكذلك تتعارض الأناجيل مع رسائل بولس ورسائل التلاميذ وسفر يوحنا والعهد القديم، والكتاب كله جملة وتفصيلا يتعارض مع بعضه. لكن دعونا نشوف هذا التعارض بين لوقا ومتى في نسب يسوع. لأول مرة متى بيتفق مع العهد القديم، وبيقول متى في 1:12: وبعد سبي بابل ياكنيا ولد شلتائيل. وبعد سبي بابل ياكنيا ولد شلتائيل، يعني ان في واحد اسمه ياكنيا انجب واحد اسمه شلتائيل. وهذا يتفق ايضا مع اخبار الايام الاول 3:17 اللي بيقول: وابن ياكنيا اسير وشلتائيل ابنه. وابن ياكنيا اسير وشلتائيل ابنه. يبقى اخبار الايام الاول 3:17 ومتى 1:12 اتفقوا مع بعض ان في واحد اسمه ياكنيا انجب واحد اسمه شلتائيل. ولكن هذا يعارض ويخالف لوقا 3:27 اللي بيقول كلام تاني. فيقول النص: بن يوحنا بن ريسا بن زربابل بن شلتائيل بن نيري. شلتائيل بن نيري، يبقى اسم شلتائيل أبوه نيري وليس ياكنيا. يبقى في لوقا نيري أنجب شلتائيل، أما في متى ياكنيا هو اللي أنجب شلتائيل. يبقى أبو شلتائيل اسمه نيري ولا اسمه ياكنيا؟ إن شاء الله يكون الأمر واضح، ونستودعكم الله ونكمل في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.